حبيبي واخويا الزملكاوي والاهلاوي، قلنا امبارح الماتش ده ملوش علاقة بمستواك وبأدائك. الماتش ده لا له علاقة انت كسبان ايه، ولا انت شكلك وشكل الموسم بتاعك عامل ازاي، ولا انت مكمل في بطولات ايه، كسبت كاس ايه، كسبت دوري ايه، ما كسبتش ايه. الماتش ده السيناريو بتاعه دايما في حتة تانية خارج التوقعات. الاهلي النهاردة خارج التوقعات مليون في المية. مين دول؟ قسما مين دول؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا لابسين احمر، انتوا مين؟ مين اللعيبة دي؟ مين دول؟ هتقيم مين ولا تقيم مين ولا تقيم ولا تتكلم ايه واحنا لا مفيش خالص؟ لا كورة ولعب ورجولة وأداء ويعني كل حاجة، وكل واحد في مركزه النهاردة مطلع مية في مليون في المية. كل واحد النهاردة مطلع يعني 300% كمان. بس يمكن النهارده الاضيع واحد كان تريزيجيه اللي مضيع ضربة جزاء وضيع بالكرة انفراد وضيع. يعني ده تريزيجيه يمكن هو اخر واحد مثلا في ترتيب اللعيبه دي. كان النهارده اتفرج على الاهلي اللي الناس كانت فاكره ان هو ده اللي هلاقيه طول الموسم. لعب كوره، اداء دفاعي، يعني واقف صح، مركز في الملعب، مركز في اللعب. كل كوره بعرف اطلع احسن حاجه فيها. هي دي اللي انا كنت متوقع ان تخش بيه الموسم بقى، مع كل اللعيبه والامكانيات اللي انا عارف امكانياتهم، جايبهم وعارف امكانياتهم، فانا عارف ان الناس دي هتدي كوره، الناس دي بتاع الكوره. النهارده ماتش خارج الحسبه، خارج كل التوقعات وخارج كل التقييمات. فاعمل بقى، اعمل لايك واعمل اشتراك عشان الاهلي النهارده اهلي غير اي حاجه، غير اي اهلي شفته على مدار الموسم. ويلا بينا نبدا. وتسألني ما الحب أقول لك مدرج فخم كهذا، وتسألني ما العشق أقول لك قطعة قماش كهذه ممتدة لتعانق السماء، كل شيء يدور ويتبدل إلا مدرج الأهلي ثابت مستمر. نبدا بايه بامانه؟ يعني نبدا بايه؟ نبدا بمين؟ نتكلم عن ايه ولا عن ايه؟ عن كوره؟ دي مش كوره، دي مزيكا. دي مش كوره، دي مزيكا بس. النهارده الاهلي ما بيلعبش كوره، بيعزف سيمفونيات. النهارده لعيبه الاهلي هم قرروا ان انا هنزل النهارده احرق دم الزملكاويه كلهم. انت جاي عارف انك هتكسب بس شكل وحش، بس احنا قلنا مالكش دعوه بشكل الفرقه. الاهلي الماتش ده غير، عندي واثق ان الاهلي ينزل يكسب الزمالك. والله كنت هعمل شورت صغير كده قبل الماتش واقول ان الاهلي هيكسب. ازاي؟ ما هي خلاص، هو احساس كل جمهور الاهلي اللي كان رايح النهارده. ما ينفعش الفرقه ما تلعبش، ما ينفعش ما تشوفش اللي انت شفته النهارده، الاداء اللي انت شفته النهارده ده ما ينفعش ما كانش يطلع النهارده وسط كل ده، وسط كل الجماهير اللي جت رغم شكلك اللي انت بتظاهر بيه على مدار الموسم. ما ينفعش كل الناس دي تيجي وتثق فيك النهارده عشان قلنا ان شاء الله الفوز ده يفرح الجمهور بنسبة حتى 1%، عشان هو يحفل عليا وانا احفل عليه. عندي واحد صاحبي اسمه وليد، لو سمع الحلقة دي هي على طول بيعمل لي كده من بعد ماتش بيراميدز كام يوم كده. ما بيسلمش عليا زي الناس، لا ما بيعملش كده، لا بيعمل لي كده. ايه كده؟ القلب عنده كده، القلب بقى كده عنده، مبقاش فيه كده خلاص، لا بقى كده، بعمل كده خلاص. دي السلامات بتاعتنا من بعد ماتش بيراميدز على طول، بقى ده سلامنا التلاتة. انا ابو تلاتة وانت ابو تلاتة، بس ده التلاتة بتاعتك مني بقى، التلاتة بتاعتك انت جت مني انا النهارده. ودى ودى بزيرة يلعب الناحية التانية عشان كوكا ما يحطوش في جيبه، قام بيكهام حطه في جيبه. تمام؟ خلاص احط مين بقى؟ العب بمين؟ العب بخطه عامله ازاي؟ النهارده الاهلي نازل منح كل الخطط وكل الطرق اللي انت عايز تلعب بيها النهارده قفلتها لك. النهارده اللعيبه نزلت. اكلمك عن مين؟ من اول ايه؟ من اول حراسه المرمى شوبير 10 على 10، 10 على 10 كل حاجه. الراجل ضربه جزاء شالها لك، شال لك كوره بالراس، شالها برجله في اخر الماتش، عمل لك كل حاجه. عمل لك الماتش ده والله العظيم كرة ضربة الجزاء قلت دي ضربة الجزاء تعويض للماتش اللي فات، تعويض للماتش اللي فات. ماتش السيء الماتش ده بيعوض الماتش اللي فات. زعلانين زعلانين على الاداء ده. انا كان نفسي اشوفه طول الموسم، كان نفسي اشوف الاداء ده منك على مدار الموسم كله. كان دلوقتي شكلي مختلف تماما.
كانش زماني تالت مستني بقى بيراميدز يقع والزمالك يقع عشان مش عارف ايه. كان زماني دلوقتي يعني ماسك افريقيا دي غسيلها بالفرق اللي واقعه اللي بتلعب بنسخها الحاليه بتاعت دلوقتي. كانت بقى ترجي ولا كان صن داونز، الاتنين واقعين، ولا الدوري اللي الفرق بتاعته حاول لا تعبت. كان زمان دلوقتي يعني عارف انت الدوري اللي الاهلي بيكسبوا مثلا فرق 10 12 13 15 نقطه مثلا مخلصوا من الدور الاول، كان هو ده يبقى شكلك مع كواليتي اللعيبه دي، مع الامكانيات اللي انا شفتها من اللعيبه النهارده اللي انا عارف وجمهور الاهلي عارف. عشان كده زعلان، مش زعلان عشان اللعيبه دي، عارف ان اللعيبه دي عندها كتير قوي كتير قوي. خلاص هو المدرب بتاعك مش عاوز، هو مفيش منه، همشه يا باشا والعب كورتك. وهو ده اللي حصل النهارده. اتكلم على الماتش من اوله كده، من اول التشكيله الناس عندها تمام تمام. ما بضاعش بديانج زي ما قلت امبارح، ما تبداش بديانج ليه مش عايز ديانج، انا مش عايز ديانج، مش ناقصه. انا عايز واحد بيمسك كوره، بينقل الكوره، بيلعب كوره سهله. انا عايز واحد كده، عايز واحد عنده ثقه، مش عايز واحد بيتوتر، مش عايز واحد دماغه مش موجوده. النهارده خط دفاع الاهلي مليون في المية، مليون على 10، مليون على 10. اتكلم على كوكا، اي واحد يروح يلعب ناحيته كوكا بياخده يحطه في جيبه. هتجيب لي عدي هحطه في جيبي، هتجيب لي بيسيرة هحطه في جيبي. لو شيكو بنزا عاوز يجي، شيكو بنزا ده انا بقول لك ده على الله خالص، والله على الله يا جماعه، اقسم بالله الرنج اللي بينور جنبي ده يلعب كوره عنه. مفيش ابيض. لما في ماتش انبي كان ضايع، بيقول لي شيكو بنزا وبتاع، قلت له ضايع. شيكو بنزا ايه ده؟ ريكو في فيلم حاحة وتفاحة يلعب كوره مكانه. مين يا جدعان؟ ما تجننوناش بقى، احنا ما بنسمعش كوره. الحنكشه سهله، جايب لاعب بيعرف يجري بس. لو قفلت لك المساحه شكرا، كل سنه وانت طيب. النهارده لعيبه الاهلي قفلتها. والراجل النهارده بادئ هادي رياض وياسين مرعي قلبين دفاع فل. تمركزاتي صح، بشتت صح، موجود في كل كره بتتلعب، انا موجود فيها، بلحق على اخر سنه الكوره بتعدي بجيبها. ياسين بيطلع واحده بدماغه وواحده في رجله في الشوط الاول. ياسين الراجل الدفاع النهارده. بيكهام عالي. مين ده بيكهام؟ مين ده بيكهام؟ بتاع انجلترا اكيد، مش ده بتاعنا. ده بيكهام ايه ده؟ اسال اي اهلاوي احمد رمضان بيكهام النهارده يقول لك مش ده، لا مش بتاعنا، مش تبعنا. ده بيكهام التاني متنكر لابس قناع. اقلع القناع يا احمد يا بيكهام، اقلع القناع يا احمد يا بيكهام، انا عارفك. النهارده مين؟ هادي رياض عالمي. كل كوره مدروسه، رجوله، تدخلات، رجوله، ضربه جزاء، يعني مش يعني تحسها فيها وعليها بس حسبت. شوبير تحيه ليك يا ابني، راجل. وجمهور الاهلي الفاهم اللي بيحييه قبل الماتش يديله ثقه فيه. انا ما خدتش منك الثقه، ماتش عدى خلاص، الفرقه ضايعه اصلا كلها، هتيجي عليك انت مش هتفرق. ده يبدا النهارده، ده حركه حلوه. جمهور الاهلي الفاهم مش اللي راح يشتم، مش راح عشان يشتمك، مش راح اشمت فيك، مش دايب المشوار ده كله من اي بقى ايا كنت انا من محافظه ايه عشان اجي اشمت في اللعيبه واقول لهم انتوا ضيعتونا. لا، انا جاي النهارده مجهز التيفو بتاعي، مجهز التشجيع والكلام والاغاني اللي هغنيها لكم. برنس جاي النهارده، انا عارف انا جاي اعمل ايه. هزرع في اللعيبه دي الثقه وان انا دعمك حتى وانت شكلك وحش، وانت انا عارف انك خسرتني كل حاجه، بس انا دعمك ومعاك وفي ظهرك وهفضل جنبك لحد الموسم ما يخلص ولحد امل الماتشين الفاضلين دول. خسرتهم كده مش فارقه، كده عارف ان انا خسران الدوري يعني، مش حوار يعني، مش دول الماتشين دول مش مستنيهم والله. يعني المعجزه حصلت والاثنين وقعوا وانا كسبت ونص في المية ده امل ما كسبتش، خلاص شكرا. اسوأ موسم ليا كسبت الزمالك رايح جاي، اسوأ موسم في تاريخ الاهلي. قلنا ده لو الماتش ده ما عرفتش تكسب الاهلي فيه، كل سنه وانت طيب، كل سنه. ما فيش اسوأ من كده مستوى انك تكسب الاهلي. النهارده الاهلي نزل علمهم يعني ايه كوره، لعبهم كورته الاهلي اللي انا وانت عارفينها، الاهلاويه عارفين ان دي كوره الاهلي، دي لعبتي. ايا كنت انت شكلك ايه، معاك فرقه جامده بتطلع نار، عامل البدع، هاجي بكسبك. نهائي افريقيا الزمالك داخل ببوم، فرقه جباره، كسبتك عادي، مش عندي اللعبه الواو بس كسبتك، خدت منك بطوله غاليه جدا وهتفضل فاكرها في دماغك، مش هتطلع. النهارده
ماتش كوره معتمد جمال هو فاهم هو فاهم هو نازل لاعب ايه، عارف ان الماتش ده غير اللعيبه، وعارف ان الماتش ده غير الماتشات الباقيه، عارف جمهور الاهلي بيعمل بص بيعمل سحر كده في الماتش يخلي اللعيبه تتحول. النهارده بص كده على كل لعيبه الملعب، بص على طاهر عالمي. طاهر بالنسبه لي لا طاهر، انت لو هتقيم النهارده تقيم مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا تشيد بمين ولا تتكلم عن ايه؟ على كرة الاهلي قدم كورة، على رجولة لاعيبه وطلعوا وعملوا وسووا، موجود وكله عمل. امام عاشور زعلان عليك يا ابني، والله العظيم زعلان عليك. لعيب وعالي قوي، دماغك مسوحاك زيك زي لعيبه كتير جت ومشيت من الاهلي واتسوحت. الاهلي يا جدعان ما تخرجش من الاهلي غير وانت رايح اوروبا، غير كده ما تخرجش يا ابني، هتضيع نفسك والله العظيم. وشوف اللي قبلك مين تاني، مين؟ بن شرقي المزاجنجي لو رايق. العيال دي ماضيه ماتشات اهلي وزمالك بس اهلي وزمالك بس. سين الشحات انا جاي امضي، انا العب ماتشات زمالك، انزل اجيب فيه جون واعمل نوش. اتفرج على الاجوان، اتفرج على الجون الاول كده، تك الكره راحت لطاهر. انا قلت طاهر هيشوط صراحه او هيعمل واحده كروس من اللي مره واحده دي. الراجل وقف على كورته وثبت كروس باللي هو بيتلعب، عايز واحد يحط الكره جول. شكرا سلام عليكم. بن شرقي بيطلع ارتقاء ولا احسن ولا اروع، توجيه الكره وركبه الكره صح. شكرا لمهدي سليمان، كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب، عيد العمال النهارده حبيبي. الجون التاني بقى ده حكايه. الكوره طبعا راحت ايه، باص كده لاحمد فتوح. احمد فتوح ده مسك لامين يامال، كان حاطه في جيبه. احمد فتوح مسك لامين يامال بتاع برشلونه حطه في جيبه. بس النهارده الوضع اختلف. احمد فتوح باين ان هو لسه هناك، لسه بيلعب ماتش اسبانيا، لسه ما جاش، لسه بيحفل على انستجرام وبتاع. هو انا حطيت لامين يامال في جيبي، بس ما عملش حاجه. اوفر احتفالات. فتوح بيقع النهارده. بن شرقي لعيب تقيل، هو ده بن شرقي، هو ده. انا عارفك، العب كورتك بقى، انت لازم نستنى الزمالك. الراجل بيعدل يحط حسين الشحات. ايه ده يا حسين يا ابن اللعيبه، لعيب هدوء. وهو ده النهارده ماسك عن الزمالك. هم داخلين خايفين من ماتش ايه، انبي وبيراميدز، خايفين من النتيجه. بيراميدز جابهم، انا خايف، لازم نكسب، لازم نعمل نتيجه ايجابيه النهارده عشان بيراميدز جابني بقى زي في النقط. خايف انت، مش فارقه معاك وانت جاي خسران. العب عشان جمهوري، العب عشان ادائي. حسين الشحات بكل هدوء وحنكه بيحطها من فوق المهدي سليمان. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا ريس. بقول لك عيد العمال النهارده، مش النهارده 1/5 عيد العمال. ايا كنت بسمع الحلقه دي امتى، بكره ولا مش تفرق. ايه ده ايه الكوره دي؟ مين دول؟ كل جون النهارده الاحتفال اعلى. انا نسيت ان احنا خسرانين دوري اصلا. عمرك شفت فرقه بتخسر دوري وهم فرحانين؟ مش هتشوفها دي. شوف عندنا في مصر، وتلاقي الكوره عندنا في مصر غير اي حته تانية. الكوره في مصر في عالم تاني يابا، في عالم تاني. اخسر دوري انت زبوني. انا ماتش الاهلي والزمالك ده بطوله لوحده كده، ده كاس كده، يعملوا كاس بعد كده. ماتش الاهلي والزمالك ده لوحده، اللي يكسب ياخد الكاس. الزمالك كسب بيراميدز، انا كسبت الزمالك، اللي كسب بيراميدز يبقى انا كسبت بيراميدز والزمالك الاثنين مع بعض. هي دي، ما هي كلمني بمنطق، اكلمك بمنطقك انت بعقلك. امام مودريتش من كوكا بن شرقي لامام. دي العب كده امام عاشور ويطلع لوكا مودريتش من تحت القناه. باص بن شرقي وقف عدل، لقى استاذ هاني سليمان ده المهدي سليمان خارج، قام حاططها له جول. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. 3 اجوان النهارده. ما تعرفش تقول الجون ده حلو عشان ايه؟ ده الجون الاول حلو يعني، في كروس النهارده اتلعب عالمي من طاهر، ارتقاء ولا اجمل من بن شرقي اللي بيحطها بتوجيه بركب الكره عالميه. ولا الجون الثاني اللي الباص بتاع بن شرقي والتشيب بتاع حسين الشحات. ولا الجون الثالث الباص بتاع امام والركنه بتاع بن شرقي. ولا ايه؟ مش عايزين نتكلم على عيوب تريزيجيه.
السلبيه الوحيده في الماتش ده كله تريزيجيه عمل كل حاجه، ختمها بقى بضربه الجزاء. انا قلت يا رب ما تكونش ضربه الجزاء دي الختمه بتاعته، يعني بقى عامل كل حاجه غلط، بتقل على الكوره، ببصيش، بضيع الكوره كتير، بضيع انفراد، ضربه جزاء بقى عشان نعوض بقى في العرض ضاعت. نقطه تحول الماتش ضربه جزاء حسام عبد المجيد. اخويا حسام يا عم، اخويا حسام، فاضل لك تيجي تلبس بقى تيشيرت الاهلي وبتاع. تعالى الرجاله كلها عندنا النهارده. ضربه الجزاء دي جون جه قلب لك الماتش، قلب لك كركب لك الدنيا. انت كنت ماشي في حته هوب عكسك، الماتش جاي انت بتهاجم ماسك الكوره ومش عارف ايه، الزمالك مفيش حاجات خطيره، ضربه الجزاء بنتك لبسها لهادي رياض. ضربه الجزاء يعني انا مش عارف بحسها، بس هادي يعني كمان خبطه في رجله، باين هو بيرفع ايده كده رجليه من تحت خبطت، فضربه جزاء ماشي عدي. خش بقى استاذ حسام عبد المجيد بقى بكل هدوء بقى، برونو فرنانديز عمال ينط ويحنجل وبتاع، اسمه ايه، شوبير، صاحي فايق شايف عارف، خش حط شيل يا باشا، خش حط شيل. شكرا، الماتش قلب، الماتش رجع تاني، كان يبقى 2-1 الزمالك كان هيضغط، حمية يجري 9 دي الزمالك ممكن يتعادل عادي. شكرا، لا ارجع تعال ترد بضربة جزاء لينا، محدش احسن من حد والله، احنا كمان لا كان نفسي زيزو ينزل يشوطها. يا لهوي نفسي كان زيزو ينزل لها دي، ولا الواد امام ما بروح نفلق لهم بالونه، يعمل لهم بلنجهام والدنيا في السليم. بس تريزيجيه ما هو متخصص يضيع ضربات جزاء في ماتشات حلوه، يعني تبقى الماتش ماشي زي الفل وبتاع، تريزيجيه ومضيع ضربه جزاء ويختم بقى متعور مش يعني وانا سليم اصلا، مستواي ضايع، فرجلي اتفتحت ولفوها لي وبتاع ومكمل. يا عم انتوا بتشتغلونا يا عم، تطلعوا يا عم، ما تبديلات متاخره موت النهارده. يعني لو هنرتب الوحاشه مثلا، تريزيجيه بعد كده مروان اللي ظبط يمكن في الاخر شويه كان بيرجع يقطع كوره وبتاع، لكن على مدار الماتش في حاجه غلط، بيشتت غلط، بيباصي غلط، بس ظبط نفسه، لحق نفسه في الاخر، تدخلات، بيقطع كوره بيرجع تحس ان البطاريه بتاعته كانت واقفه، صلحها له باين او غيروا له الستارز مثلا ولا حاجه. ماتش النهارده قلب كل حاجه، قلب الموازين، كله بقى خايف، كله ماشي عايز يكسب عشان التاني ما الاهلي كركبها لسه في امل، ما فيش امل. ما تقعدش بقى تقول لي لو كسبوا الماتشين ولو كسبنا الثلاثه، مش حد يعمل الكلام ده. لا هم هيقعوا الماتشين، ولا انا يعني مش عارف، ممكن خلاص يبقى ده اخر ماتش ليا في الموسم. يعني يا ريت نخلص نختمها، نقفل كده، شكرا، اقفل يا باشا النادي ونختم بقى الموسم عند الماتش ده، عشان الماتش الجاي هنطلع ننتقد برضه، نقول بص الفرقه، بص اللي كانوا بيلعبوا ماتش الزمالك. اتمنى اشوف الكلام ده الماتش الجاي، نفسي اقيم لانها قيم اللعيبه، معلش سيبونا قيم اللعيبه. تقييم اللعيبه، اسلام مهدي بعتبرني اسلام مهدي التاني، اخويا اسلام انا بحبه. تقييم لعيبه الاهلي في ماتش الزمالك، راس المرمى عم الناس مصطفى شوبير، عالمي اديك ايه 10 من 10، مفيش حد النهارده قال 10 من 10 يا حبيبي، 10 من 10. عايز ضرب جزاء صد انفراد عادي، ما مش قصه يعني، ضرب جزاء بانفراد، ده باكج النهارده مصطفى شوبير بيقدمه للاهلاويه، 10 من 10 مصطفى شوبير. راجل يا ابني سكتك ما تهزتش بعد ماتش بيراميدز، راجل. مين طاقم الدفاع؟ تعالى احمد رمضان بيكهام، ايه ده يا اسطى انت مين بامانه الله؟ والله انت مين؟ احمد رمضان بيكهام ولا ديفيد بيكهام؟ كده بقى قول احمد رمضان بيكهام وانت مرتاح، قول بيكهام وانت صافيه معاك، بيكهام احمد رمضان، حط بيكهام، افتح القوس حط بيكهام، النيك نيم بتاعه، الشهره، 10 من 10 طبعا رجوله، كل حاجه بيرقص هرقصك، بيرقص 1 و2 و3، بيرقص كله، رقص بنسى وبنتاج وكايد، رقص تيك يا مين ده يا ابني ده 10 من 10 اسمه ايه يا احمد، 10 من 10 بيكهام يابا، 10 من 10 يابا، فنان عالمي
ياسين 10.5/10. 10.5/10 رجولة. الماتش اللي فات ياسين مرق حاجة، الماتش ده ياسين مرق حاجة تانية. كور كلها خطيرة بيشيلها، واحدة بدماغه بيشيلها من قدام الدباغ ولا مش عارف من قدام ناصر في الشوط الأول ولا الشوط التاني. وفي الشوط الأول برضه بيشيل واحدة من قدام ناصر، كان لسه يحط ياسين حط فيها رجله. 10/10 رجولة. 10/10 ياسين رجولة. مين؟ هادي رياض 9/10، مش 10/10، 9/10. و9/10 انت يا ابني يعني باشا ان انت تنزل من على الدكه تلعب ماتش زي ده مضغوط، ماتش اهلي وزمالك وتقدم المستوى ده، رجوله. ضربه الجزاء دي اللي نقصت منك واحد. مين تاني؟ الكوكا. ما تطلع بقى احد الناس من جيوبك بقى. ما اسلام مهدي قال لك طلع من جيوبك ان الجيم مش عيب، مش كل ماتش هتخبي حد في جيبك وكل شويه تروح واخد واحد مخبيه في جيبك. ودوا هناك اسمه ايه اسمه ايه اللي ودوه هناك؟ عضي. ودوا هناك الدباغ هناك، قام حاطه في جيبه، قاموا باعتين له بزير، قام حاطه في الجيب التاني. ما بقاش قادر يجري، هجري فين؟ ما هو في جيبي. شوكو بنزل الواد بزير صغير بس هو مكبب كده، فبحط في جيبي ممكن يميل. الدباغ طويل فمش عارف مضايق رجلي. امان عليك ما تهزرش وما تفضلش قاعد دكه وتنزل تحط اللعبه في جيبك بقى. يا كوكا وحياة ابوك ما تهزر يا اخي، وحياتك اغلى حاجه عندك. نمشي كوره، نلعب كوره اخلاق، رياضه. دي رياضه جماعيه، نلعب كوره زي الناس. تلعب كوره ما تحطش حد، ما تخبيش حد، ما تخبيش حد. دي مش اخلاق الاهلي، ما تربناش على الكلام ده. بنشجع كوره من زمان، ما فيش حد بيحط حد في جيبه. عيب عيب. ده لاعب برازيلي مش من هنا، والتاني برضه فلسطيني اخونا، ما ينفعش نحط اللعيبه دي في جيبنا. عيب عيب يا كوكا. 10/10 طبعا طبعا طبعا. كل حاجه النهارده الراجل عالمي. نص ملعبي مروان عطيه، لا بصراحه مروان النهارده نص لحد ده مثلا حاجه و70 مثلا. مروان سيء سيء يعني جنب لعيبه الاهلي مقارنه باللي اللعيبه بيعملوه النهارده، سيء جدا. مش ده مروان اللي لا انا عايز في مروان لما انا عارفه. بس اقول لك 8/10. 8/10 مروان عطيه النهارده ظبط نفسه، لحق نفسه في الاخر. تدخلات، قطع كوره، باصات صح، بدأ يظبط. مين تاني؟ طاهر عالمي يا ابني، عالمي يا ابني، عالمي يا ابني، عالمي يابا. 10/10. دفاع موجود، بيرجع وبيضغط وبيدافع، مش هتعدي منه. هيعدي منك مش هتعدي منه. كل كوره بيقف عليها وبيستلم وبيطلع، بيسلم كوره حلوه. اسيست ولا اروع. 10/10 مليون في المية. 10/10 يا فنان طبعا. حسين بتهزر يا حسين. 10/10 طبعا. 10/10 طبعا. الشوط الاول والحبه انت لعبتهم دول ايه يا ابني؟ انت متخصص ماتشات الزمالك بس صح؟ كل ما تنزل تقوم حاطط فيهم جوه. عالمي. طب انا شفت الجون ده بقى، احمد فتحي جاب جون زي ده قبل كده بس مش فاكر في ماتش ايه الصراحه. بس فتحي جاب جون زي ده شبيهه، هو نفس الكره من نفس الحته. لو 10/10 حسين الشحات النينجا، وهو ده اللي احنا مستنيينه منك. تريزيجيه 6/10. 6/10 عشان الناس بس كلها حلوه النهارده يعني. 16 احنا كسبنا واللعيبه كلها اداء حلو. 6/10. يا رب نطلع الكوره، يا رب لما نكون تعبانين مش قادرين نجري مش هنعرف نلم نلعب كوره، ما نضيعش الهجمه في الفتي. 6/10 تريزيجيه، والف سلامه على الاصابه بتاعته. بن شرقي حلم القصه، تدريجي بيدرج تدريجات، بيدفع فلوس كتير عند حلاقين نضاف. 11/10 النهارده بن شرقي. رجل المباراه. 11/10 يا اخويا. بن شرقي عالمي. اسيست، جونين حلوين قوي. اسيست عالي قوي يعني، مش ما تعرفش تمدح الجونين ولا الاسيست. الراجل وقف لم هوب بدي لحسين، عشان بيحط لوب. الجون الاولاني طلع بدماغه وركب الكوره صح، الجون الثاني استلم وحط للمهدي سليمان صح. 10/10 بن شرقي. اللي قراته كلها برضه النهارده كانت صح. مساجنجي العب كوره، محتاجينها دي، محتاجينها. مين اللي نزل؟ ديانج 4/10. ما بيجيش مع سكه الفتره الاخيره الصراحه. 4/10 بن شرقي اسمه ايه؟ اديو ديانج 4/10. نزل بقى زيزو وبن رمضان ومروان عثمان 3/10. اما ما تقييم بس 3/10. الفرقه كلها حلوه
الاهلي النهارده عالي، عالي قوي. الاهلي النهارده نقل الكرة بتاعته لحتة تانية. قلت لك سيمفونيات، بيقدم مزيكا ما بيقدمش كورة. الاهلي النهارده بيقدم مزيكا. لعيبة الاهلي النهارده بتقدم يعني شيء من وحي الخيال. كرة حلوة، كرة انت تحب تقعد تتفرج عليها كده، تفضل قاعد كده كرسي بيك تتفرج عليه. مع كل جون يجي تقوم تشجع تحتفل عشان شايف فرقة بتلعب. اخسر دوري بالطريقة دي من الاول انا بلعب، مبروك اللي يكسب الدوري. بس انا بلعب كوره حلوه قوي، بلعب كوره حلوه قوي وتقيل على اي فرقه، منظم بين كل الاشكال. كل الاشكال عندي النهارده كلها منظمه، كلها في صح، كلها قافله على خطوط الزمالك. كل مصادر خطوط الزمالك النهارده انا قفلتها. باكات محدش عندهم بقى بيرفع، قفلت. نص الملعب بتاعهم ضيعته انت النهارده، قفلته. حنكة لعيبتك النهارده. امام كان بيرقص تك تك، دبل تاتش دبل تاتش دبل تاتش، عمال يعدي واحد واثنين وثلاثه. كان بيستعرض سيكا بس كان حلو. كان عايز بس كان عايز يعمل عمرو السولية بس ما جاتش. ابو ليلى يا اسطى في حته تانية، احلى مثل ابو ليلى. فالنهارده الاهلي شكل تاني، كان نفسي اشوفه من بدري. كان نفسي اشوف الاداء ده بالتنظيم الدفاعي ده، بالتمركزات بتاعت لعيبه نص الملعب دي، بالشراسه الهجوميه دي، بالهدوء واللعب على الهادي. على الهادي عرفت اكسب ماتش. على الهادي مش بس انا ما كسبتش ماتش، لا انا كسبت ولعبت، ودي حلوه. ده احسن من اللي بيكسب، اللي امه بتدعي له احسن من اللي امه بتديله. هنا امي دعت لي واديت لي، خدت دعاء وخدت اللعبه، لعبت وكسبت. الاتنين دول ميكس مع بعض بيطلعوا المكسب شكله احلى بكتير وطعمه احلى بكتير من اي حاجه تاني، من اي مكسب تاني. من مكسب خطف وجري مسك عليا الكوره وضغطني تك 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 تك، خطفت منه جول، سبته وجريت، كسبت الماتش، خدت 3 نقط، كسبت منه بطوله بماتش ما لعبتش بس كسبت. هيحسبوا لك المكسب ليه؟ ما انت كسبت كده كده، الخسران كده كده هو اللي بيجيبوه في الاخر. انت النهارده لا، لعبت كوره، مسكت كوره، عملت كل حاجه، ترقيص، رقصت. انا كنت نفسي الشوطه بس، انا كنت بحب اشوف الشوط، الكلام ده ما جاش النهارده. ترقيص، رقصت، باصات صح، تمركزات صح، واقف في دفاعك صح، بدافع صح، بهاجم صح. منظومتك النهارده 10/10 للاهلي. مفيش تكريم للمدرب لان هو ده بلح بالكفته. اللعيبه النهارده عاليه قوي، عاليه قوي. اللعيبه دي انا قلتها، مشي المدرب وهات لي اللعيبه دي مدرب يمسك اللعيبه دي، يطلع منها الايه، الفورمه بتاعت العاليه، واتفرج على شكل الاهلي. هات مدرب ياخد اللعيبه دي كده، يطلع من كل واحد فيهم اللعيب الصح، ويطلع ويزرع فيهم الامكانيات اللي انت عندك امكانيات تطلعها. في مدربين كده بيعرفوا يطلعوا اللي جوه اللاعب. بتاع هتعمل ايه؟ هطلع اللي جواك كده كده باي طريقه بقى، بالسلميه، هقعدك دكه، هلعب عليك حد، المهم ان انا اطلع منك الاداء اللي انا محتاجه. النهارده الاهلي 10/10 ونجمه كمان. اداء لعيبه الاهلي كلها اداء رجولي. الجمهور كان مستني منكم ده، تشكروا ان انتوا النهارده ما روحتوش الجمهور والاطفال اللي كانت قاعده النهارده والناس اللي راحت كل ده وحطت ثقه فيكم. الماتش ده كان هيبقى فيصلي فعلا فعلا ما بينكم وجمهور الاهلي، اللي النهارده فرح شويه عن الفترة الأخيرة والشكل والتحفيل اللي كانوا الجمهور كله بيحفلوا عليك، وأي حد معدي كده بيحفل عليك. إن أنا حتى تلاقي الأهلاوي اللي هو اللي مش فارقة معاه حتى بيحفل على الأهلاوية الزعلانين الغضبانين من الشكل ومن الأداء ده. فلا لا، أنا النهاردة هيقول لي أبو 3 هقول له أبو 3، بس أنا هعرف أقول له بقى أبو 3 مني. هو بيقول ال3 بتاع البيراميدز، أنا غلبتك رايح جاي. طعم الدوري السنه دي للزمالك لو كسبه ملوش طعم، لاني كسبت رايح جاي وعلمت عليه في عز ما انا وحش. عندي لعيبه وعندي بس في اول مره منظومه الاهلي ما فيها كميه المشاكل دي، وكميه الخناقات والازمات واوضه اللبس والتسريبات والاعلام بيهاجم واللعيبه ما بتلعبش وكل الكلام ده. كل الظروف السيئه اتحطت عليا، بس بعد ده كله كسبتك رايح وكسبتك جاي. شكل الدوري ملوش طعم بالنسبه لك لو انت كسبته، ولسه محدش كسب دوري لسه. ما بتكلمش على بيراميدز والزمالك يعني. فمبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك للاعيبه النادي الاهلي اللي كانوا قد التحدي النهارده وما خيبوش
ظن الجمهور زي كل مره يعني وكالعاده. فمبروك تاني وتالت ورابع وعاشر وخامس ومليون لجمهور النادي الاهلي اللي راح وكان في ظهر اللعيبه وكان في ظهر الفرقه. قلنا احنا دايما مع الفرقه واللعيبه، كده كده بتلعب في النادي الاهلي، بتلعب في الكيان اللي احنا بنحبه اللي احنا بنشجعه. هنفضل ورا اللعيبه. لو بتلعب برجوله بتطلع اللي عندك، ما بقولكش انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا كنت بتلعب فين ولا جاي لي منين، انا شايفك بتلعب برجوله بتطلع كل اللي عندك للفرقه النهارده. فانت بالنسبه لي لعيب عالمي على دماغي يا باشا. مبروك للنادي الاهلي تاني وتالت، مبروك لجمهور النادي الاهلي الابطال اللي راحوا شجعوا ووقفوا جنب الفرقه في عز المواقف دي. شكرا لكل واحد راح ووقف جنب الفرقه. ومبروك لكل الاهلاويه بقى بشكل عام، وهارد لك لاخواتنا الزملكاويه. التحفيل هيبقى رايح جاي بقى الفتره الجايه دي، التحفيل رايح جاي بينا وبينكم. فاعمل بقى لايك عشان الاهلي النهارده كسب، واعمل اشتراك لو مش مشترك، وسلام.